انا هعمل العمليه وارجع شغلي تاني او تالت يوم من العمليه. السلام عليكم، يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله حابب اكلم حضراتكم النهارده عن ازاي بنقلل فتره النقاهه بعد جراحات السمنه. اول حاجه التحضير الجيد للمريض قبل العمليه، ان هو لازم يتحضر بشكل كويس. كمان ان احنا نمشي على نظام غذائي قبل العمليه عشان نهيئ المريض نفسيا للفتره اللي بعد العمليه، وكمان ان احنا نقلل فتره النقاهه. كمان تكنيك العمليه نفسه، احنا دلوقتي عندنا التكميم الدقيق او التكميم النانو، بيكون عباره عن 3 فتحات صغيره جدا من غير ما نحتاج درنقه، والمريض يقدر يخرج من المستشفى في نفس يوم العمليه ويرجع يمارس حياته بصوره طبيعيه جدا. كمان ان احنا لازم نشجع المريض ان هو يتحرك بعد ساعتين من العمليه، كل ساعه يتحرك 10 دقائق، وان هو يعمل تمارين وظائف التنفس عشان كل وظائف جسمه ترجع لطبيعتها. كمان مع استخدام جهاز تسكين الالم او البي سي اي، المريض مش بيحس باي الم او الم بسيط جدا محتمل بعد العمليه، وبالتالي كل الحاجات دي تخلينا نوصل لاقل فتره نقاهه بعد جراحات السمنه، والمريض يقدر يرجع يمارس حياته بصوره طبيعيه في اقل فتره ممكنه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.